في مليون ديزاينر شاطر، الشركة ممكن تجيب مليون واحد زيك صدقني. ايه اللي يخليك مميز وسط المليون ديزاينر الشاطرين دول؟ اللي يخليك مميز انك تكون عندك بيرسونا، الناس تحب تتعامل معاك، تحب تشتغل معاك، وتحب الشغل نفسه اللي بيطلع منك. لو انت شغال في شركة وليكن مصمم جرافيك حلو وشاطر ومتعلم كويس وكل حاجه جميله، عشان تعمل بيرسونا لازم تمسك حته وتتخصص فيها وتبقى شاطر قوي فيها، ومعروف انك اجمد واحد في الشركه في الحته دي. يعني من الاخر اختار تخصص جوه التخصص بتاعك. يعني انت مثلا جرافيك ديزاينر، اختار ان انت تبقى متخصص في حاجه معينه، وده بيبدا يبني عندك اول بيرسونا ليك في الشركه بتاعتك. من الاخر هعلمك ازاي تبقى جوكر. الجوكر ده بيعمل كل حاجه في اي حاجه، اي حاجه مش هيعرفها هو هيدور عليها لحد ما يعرفها. البيرسونا بتاعته في الشغل مبني على ان هو بيعرف يخلص اي تاسك، مش لازم الكواليتي بتاعته تبقى عاليه قوي، ولكن هو شاطر مخلصاتي بيعرف يخلص. فانت كده البيرسونا بتاعتك انك مميز، الشركه مش هتستغنى عنك بسهوله، ويوم لما تقدم استقالتك لا هتكلمك مره والتانيه عشان ما تمشيش. في طبعا امثله كتير جدا لحاجات جوه الشغل نفسه، ولكن خلينا نرجع للشخصيه نفسها بتاعه الديزاينر. ازاي ابني بيرسونا لشخصيتي مش بس للشغل بتاعي؟ انك تتعلم تقول لا. مش اي تاسك تخش لك ويكون وقتها قليل قوي وانت مش هتعرف تعملها كويس وتروح قايل لها ماشي. لازم تقول لا، ولازم تبدا تبين ان انت مهتم بالكواليتي. لازم تبقى في الشركه عندك تايم مانجمنت، ازاي تقدر تدير وقتك لكل تاسك تجيلك. يعني انت مثلا تاسك فيجوال كامبين داخله مثلا، اقدر اخلصها في يومين، وفعلا اليومين او الكلمه اللي طلعت منك تنفذها بالظبط. وده بيجي مع الخبره والوقت طبعا، ولكن البيرسونا برضو اللي بتتبنى ان الراجل دوت شخصيته او الدماغ بتاعته بيعرف بالظبط التايم لاين بتاعه. فهي دي التحدي او التشالنج في اي شركه، انك تبقى عندك برضو التايم مانجمنت. ده مهم جدا كبيرسونا لديزاينر موجود وبيشتغل في الشركه. ما تنساش اللايك والفولو، وبس كده، سلام.